أفضل 15 فيلم مصري في آخر 5 سنين. النهارده هكلمكم عن 15 فيلم من وجهة نظري يعتبروا من أفضل الأفلام المصرية في آخر 5 سنين، ويستاهلوا المشاهدة بدون أي تفكير. الأفلام دي فيها كل الأنواع اللي ممكن تتخيلوها، من دراما لأكشن لكوميديا لحتى الرومانسية والخيال، وده علشان طبعا نرضي كل الأذواق. فلو عندكم أفلام تانية عجبتكم في الفترة الأخيرة ما تنسوش بقى تكتبوها لنا في الكومنتات. بس في البداية برشح لكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضه تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ قائمتنا. هنبدأ قائمتنا بواحد من أتقل الإنتاجات السينما المصرية في الفترة الأخيرة، وهو فيلم كيرة والجن. الفيلم ده بيقدم مزيج من الدراما والأكشن والتاريخ والتشويق، وبيحكي عن فترة مهمة جدا في تاريخ مصر، تحديدا وقت ثورة 1919. بيحكي فيها عن اتحاد ما بين أحمد كيرة وعبد القادر الجن ضد الاحتلال الإنجليزي. الفيلم خلال فترة عرضه في 2022 كان الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وكتير اعتبروه وقتها نقلة كبيرة في تاريخ السينما المصرية، بالرغم إن فيه بعض الأخطاء الإخراجية البسيطة. وبيقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، وهند صبري. الفيلم التاني معانا هو فيلم وقفة رجالة. الفيلم ده بيقدم كوميديا خفيفة وذكية بتجمع ما بين الضحك والمواقف اللي فيها لمسة إنسانية. بتحكي قصته عن شلة أصحاب بيقرروا يتجمعوا من تاني بعد سنين علشان يقفوا جنب صاحبهم اللي مراته توفت وهو بقى في حالة نفسية صعبة، وبيروحوا مع بعض رحلة لمدينة ساحلية، وهنا بتبدأ المغامرة والمواقف اللي بتقلب ما بين الجد والهزار. الفيلم من بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وسيد رجب ومحمد سلام. ايه ده؟ هاي جايز، يلا بينا، انا هصيف. تالت فيلم معانا هو فيلم شلبي. الفيلم ده بيقدم كوميديا درامية قريبة للقلب، فيها ضحك ومشاعر. الفيلم بيركز على صابر، الشاب البسيط اللي شغال في بيت رعب وعنده حلم بسيط انه يعمل عرض مسرحي بعروسة ماريونيت اسمها شلبي، وهو اصلا اللي مصممها بنفسه. فبيبدأ مغامرة مع اصحابه وجيرانه علشان يحقق حلمه ويوصل للشهرة، كل ده وسط مواقف مضحكة. الفيلم بيوصل رسالة حلوة عن الإصرار والدعم اللي ممكن يجيلك من اللي حواليك حتى لو كل الدنيا مش ماشية زي ما انت بتحب. الفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبي وبيومي فؤاد. سلام عليكم. رابع فيلم معانا في القايمة هو فيلم عمهم. الفيلم ده قصته عن سلطان، وده ملاكم ومدرب رياضي شغال هو وصاحبه سعيد في جيم، لكن حياتهم بتتقلب لما بالصدفة بيلاقوا نفسهم في مطبعة بتزور فلوس، وهنا بتبدأ سلسلة من المشاكل والمطاردات كلها متغلفة بروح الكوميديا بتخليك مستمتع ومتابع المشهد من أوله لحد آخره. الفيلم طبعا من بطولة محمد إمام وسيد رجب وباسم سمرة ومحمد سلام. انا سلطان وبيقولوا لي عمو. انا مش بتاع مشاكل، والله ما بتاع مشاكل. خامس فيلم معانا هو فيلم الحريفة. الفيلم ده بيقدم كوميديا رياضية فيها لمسة شبابية ملهمة، وده بيخليه مناسب لكل الأعمار خصوصا للي بيحبوا الكورة والضحك. الفيلم قصته بتحكي عن ماجد، وده شاب من طبقة مرفهة بينتقل لمدرسة حكومية بعد ما الظروف بتتغير، وهناك بيبدأ يثبت نفسه وموهبته الكبيرة في كرة القدم، ومع الوقت بيكسب احترام زمايله وبينضم لفريق المدرسة، وبتبدأ معاها مغامرة ومنافسة وضغط وتشجيع. الفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة ونور إيهاب. دي فيها الحل لكل مشاكلنا، كلنا بننط وكلنا نرجع. وبعدين البطوله دي حته اللي هيكسبها هياخد مليون جنيه. سادس فيلم معانا هو فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، وده فيلم إثارة مختلف ومميز هيشدك من أول لحظة وهيخليك طول الفيلم مستني اللي هيحصل في الآخر. الشاب البسيط اللي بيلاقي نفسه متورط هو والكلب بتاعه وصاحبه الوحيد رامبو في مشكلة كبيرة من غير ما يعمل أي حاجة، وبين يوم وليلة بيتحول من شخص عادي لمطارد من جاره، ووسط عالم بقى شكله غريب فجأة وعدواني. بيبدأ رحلة هروب ومحاولة للنجاة مليانة توتر وأسئلة. الفيلم ده من بطولة عصام عمر. غشيم وهم فاكرينه عيل طري. في حد هنا؟ تخافش.
ورقم 7 معانا في القايمة هو فيلم موسى. الفيلم ده قصته بتحكي عن طالب في كلية هندسة بيحاول يخترع روبوت يساعده في حياته، ولكن مع الوقت الأمور بتخرج عن السيطرة وبتحول لاختراع خطير. الفيلم بيقدم تجربة جديدة على السينما المصرية. فكرة الروبوتات والذكاء الصناعي دي تقريبا أول مرة تتنفذ بشكل كويس من خلال الفيلم ده. الفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد. اللي انتوا متخيلينه في الافلام بتاع الخيال العلمي احنا بقينا قريبين منه جدا. عمل الانسان الآلي القاتل. تامن فيلم معانا هو فيلم بيت الروبي. الفيلم ده بيقدم مزيج ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، وبيحكي فيها عن قصة إبراهيم الروبي، الراجل البسيط اللي عايش مع مراته وولاده في منطقة معزولة بسبب حادثة قديمة حصلت لهم في الماضي، بس حياته بتتغير لما أخوه بيجيله وبيطلب منه يروح معاه ليوم واحد بس القاهرة. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز. ايه يا ابراهيم يا ما بتشتغلش ليه؟ مش عارف عيني ظابطها. حافظ على الضحكه يا رهيب احنا مش معلش هشتغل حافظ على ورقم 9 معانا في القايمة هو فيلم تسليم أهالي. الفيلم اللي بيقدم مزيج ما بين الكوميديا والرومانسية والإثارة بشكل كويس، وده من خلال قصة خليل وزاهية، واللي بيكتشفوا سر خطير بيقلب حياتهم بشكل كامل وبيدخلهم في صراع مع عصابات خطيرة. الفيلم من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد. أي بني آدم بيعمل قصة حياتي فيلم عربي ويسميه البيرة. ما هذا الاختراع المسمى بالزواج؟ ما هذا الكائن المسمى بالمرأة؟ ورقم 10 هو فيلم العارف. الفيلم ده بتحكي قصته عن يونس واللي بيشتغل مع جهاز استخباراتي وبيتورط في صراع كبير مع مجموعة خطيرة بتشتغل في القرصنة الإلكترونية. الفيلم بيورينا شكل جديد من الأكشن مختلف عن الأكشن التقليدي اللي بنشوفه دايما في السينما المصرية اللي احنا عارفينه ومتعودين عليه، اللي هو كله ضرب، ولكن الأكشن اللي هنا هو حروب ما بين الجواسيس وهاكرز ومطاردات بين الدول. الفيلم من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر. ورقم 11 معانا هو فيلم من أجل زيكو. الفيلم ده بيقدم كوميديا ومغامرات عائلية خفيفة من النوع اللي بيناسب كل أفراد الأسرة، وبيخلي الرحلة مجرد بداية لحلم كبير. الفيلم بيحكي عن حكاية عيلة بسيطة ابنهم الصغير بيكسب فرصة علشان يشارك في مسابقة أذكى طفل في مصر، وده بيخلي العيلة كلها تنطلق في رحلة لمدة يومين علشان يوصلوا للمسابقة، وخلال الطريق بيحصل لهم مواقف مضحكة ومفاجآت بتقربهم من بعض أكتر، وبيكتشفوا معاني جديدة للحياة. الفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنى شلبي. أذكى طفل في مصر زكريا فتحي. مين زكريا فتحي؟ أنا ابني عبقري مش عادي. زكريا. ورقم 12 فيلم بره المنهج. الفيلم ده بيقدم دراما اجتماعية بنكهة كوميدية بتحكي عن الطفولة والوحدة والصداقة من زاوية مختلفة وإنسانية، فبنشوف من خلاله الأحداث عن الطفل نور، الطفل اليتيم اللي عنده 13 سنة وبيحاول يثبت نفسه وسط زمايله، فبيقرر يدخل بيت مهجور قدام المدرسة، وهناك بيكتشف إن في راجل كبير عايش ومستخبي فيه، وبتحصل علاقة ما بين الطفل والراجل ده غير متوقعة بتتحول لصداقة قوية وبتعلمه حاجات عن نفسه وعن الحياة. الفيلم من بطولة ماجد الكدواني وعمر شريف وروبي. سيبك من المنهج، أنا عايز أحكي لك الحدوتة اللي بره المنهج. كان في ولد اسمه الفيلم رقم 13 هو فيلم فوي فوي فوي. الفيلم ده بيحكي عن قصة حقيقية في إطار من الكوميديا السوداء والدراما. الفيلم بيحكي عن قصة حسن، وده شاب فقير عايش مع والدته وبيشتغل في الأمن، ولكن بيقرر إن هو يغير حياته بالكامل لما يخطط يدخل فريق كرة القدم للمكفوفين علشان يهرب معاهم ويسافر على أوروبا وما يرجعش تاني. الفيلم من بطولة محمد فراج ونيلي كريم وبيومي فؤاد وغيرهم من النجوم. بقول لك هم ليه من شويه كانوا بيقولوا فوي فوي. فوي كلمه اسباني معناها انا قادر. كل اللعيبه لازم تقولها وهي داخله على الكوره عشان ما يصطدموش ببعض. الفيلم رقم 14 هو فيلم الهوى سلطان، وده فيلم رومانسي ودرامي بيحكي عن شاب وبنت أصحاب من زمان جدا من أيام الطفولة. علاقتهم كانت دايما قوية وبيعدوا مع بعض بمواقف كتيرة فيها تحديات مع الأهل والصحاب، ولكن فجأة حاجات كتير بتتغير في علاقتهم وبيبدأوا يشوفوا بعض بطريقة مختلفة. الفيلم من بطولة أحمد داوود ومنى شلبي وأحمد خالد صالح. لوحدي يا سلام.
واخر فيلم معانا في القايمه هو فيلم سيكو سيكو. الفيلم ده من اجمل الافلام المصريه اللي صدرت في 2025 من وجهه نظري، وقصته بتحكي عن 2 ولاد عم فجاه بيلاقوا نفسهم ورثوا كميه كبيره من المخدرات من عمهم، فبدل ما بيبيعوها بالطريقه التقليديه المعروفه، لا دول بيخترعوا علبه موبايل وبيوزعوا المخدرات من خلالها بمساعده صحابهم. فكره الفيلم مجنونه ومعموله بطريقه لذيذه بتعتمد على الكوميديا الساخره من الواقع. الفيلم من بطوله عصام عمر وطه الدسوقي اللي متالقين في الفتره الاخيره. انت مين يا عم؟ عايز مننا ايه؟ اهدى بس وهنعمل لك اللي انت عاوزه. اهدى بس. السيكو سيكو، ها؟ السيكو سيكو. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو، فلو وصلتوا معايا لحد هنا احب اقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتزوروا موقعنا وتقولوا لنا ايه اكتر فيلم مصري عجبكم في الفتره الاخيره، وسلام.